السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا. احنا النهاردة الدرس بتاعنا من الدروس المهمة جدا جدا جدا، أو الفيديو بتاعنا النهاردة، لأن المعلومة ديت موجودة في معظم الدروس بتاعتنا في منهج الدراسات. معلومة مهمة جدا جدا جدا، لازم أي حد يكون عارفها، لأن هي موجودة عندنا في منهج الدراسات على طول وهتتكرر معانا كتير. فعشان كده لازم الكل يعرف يعني ايه خطوط الطول ودوائر العرض. طب خطوط الطول ودوائر العرض دي تفكرني بحاجة كده أنا أخدتها قبل كده، اللي هي اسمها الموقع الفلكي. فاكرين لما كنت بتكلم عن الموقع الفلكي كنت بقول ايه؟ أقول لك ما المقصود بالموقع الفلكي؟ كنا بنقول هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني أنا بحدد مكان الدولة دي بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، دي اسمه موقع فلكي. لأن أنا أخدت قبل كده في تعريف تاني اسمه الموقع الجغرافي، برضو بيحدد لي موقع المكان بس بالنسبة لليابس والماء. انا بقى النهارده هتكلم عن خطوط الطول اللي هي تبع الموقع الفلكي. يبقى الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. ناخد كده فكرة بقى النهاردة عن خطوط الطول بكل تفاصيلها وكل حاجة. الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون خاص بخطوط الطول بس، لان ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني خاص بدوائر العرض. طب نبدأ كده. خطوط الطول يعني ايه؟ خطوط طول، خطوط طول دي عبارة عن أنصاف دوائر. محدش يقول لي إنها خطوط. يعني أنا لما باجي أرسمها على الكرة الأرضية مش برسمها خط مستقيم كده، لأ، ده أنا برسمها نص دايرة. طب أنا عايز أعرف قبل ما أدخل في تعريف خطوط الطول، إحنا عارفين إن خطوط الطول ودوائر العرض دي خطوط ودوائر وهمية. يعني ايه يا مس وهمية؟ يعني مش موجودة في الحقيقة. يعني الكرة الأرضية اللي احنا بنعيش عليها دي مش هتلاقي مرسوم عليها خطوط طول ولا دوائر عرض. أمال مين اللي رسم الحاجات دي؟ اللي رسمها العلماء. طب رسمها على ايه بالظبط؟ رسمها على المجسم الكرة الأرضية أو على الخرائط فقط. طب لما اجي اقول لك ليه العلماء رسموا ليا خطوط الطول ودوائر العرض؟ عشان تحدد ليا الموقع بدقة. يبقى هم عايزين يحددوا المكان بدقة، فبدأوا يرسموا لنا خطوط الطول ودوائر العرض على المجسمات والخرائط. نبدأ بقى مع بعض اللي هي خطوط الطول. لسه قايله لكم دلوقتي ان خطوط الطول دي عبارة عن انصاف دوائر. يعني ايه انصاف دوائر؟ يعني نص دايره. يعني انا لما باجي ارسمها على المجسم بتاع الكره الارضيه زي ما انتم شايفينه قدامكم كده، بتبقى عباره عن نص دايره، بتبقى عامله زي القوس كده. طب الانصاف الدوائر دي بتبقى رأسيه ولا افقيه؟ يعني بالطول ولا بالعرض؟ رأسية يعني بالطول. لا، النص دايرة دي بتكون رأسية، يعني برسمها من فوق لتحت. طب لما باجي ارسمها برسمها من فين؟ برسمها من نقطة فوق اسمها نقطة القطب الشمالي، وبوصلها لتحت خالص في الجنوب بنقطة اسمها نقطة القطب الجنوبي. يعني أنا لما باجي أرسم نص الدايرة باخدها من فوق لتحت، من نقطة القطب الشمالي اللي هي فوق لنقطة القطب الجنوبي اللي هي لتحت. بص كده على الشكل اللي قدامك، هتلاحظ إن أنا أهو النص دايرة بتبدأ من فوق لتحت. النقطة اللي فوق مكتوب عليها القطب الشمالي، والنقطة اللي تحت خالص في الجنوب اسمها القطب الجنوبي. يبقى دي اسمها خطوط الطول. يبقى ما يجي يقول لك يعني ايه خطوط الطول، هتقول لي عباره عن انصاف دوائر. طب رأسيه ولا افقيه؟ رأسيه. طب تبدأ من فين؟ تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. طب المعلومه اللي بعدها لما يجي يقول لك ايه هو خط الطول الرئيسي؟ خط الطول الرئيسي ده اسمه خط جرينتش. يعني ايه خط الطول الرئيسي؟ يعني خط قسم الارض الى نصفين متساويين قد بعض بالظبط. يعني انت عندك دايره، والدايره دي قسمتها بالنص من فوق لتحت بشكل رأسي، هتلاقي عندك الدايره اتقسمت لنصين. هو برضو خط الطول كده. خط الطول الرئيسي هو خط مستقيم قسم الارض الى نصفين. الخط ده برضو بيبدأ من نقطة القطب الشمالي لحد نقطة القطب الجنوبي. الخط ده اسمه خط جرينتش. طب درجته كام؟ درجته صفر، لان من بعد هعد من بعد، يعني انا بعد كده هعد من بعد صفر. طب خط الطول الرئيسي اللي هو خط جرينتش ده اللي درجته صفر ده ايه اهميته؟ هو بيقسم الكرة الارضية الى نصفين متساويين قد بعض بالظبط، نص في الشرق ونص في الغرب.
طب انا عايزه اعرف هو ليه سميناه خط جرينتش؟ دي كمعلومه ليك. خط جرينتش لان العلماء لما جيهم يحددوا خط الطول الرئيسي كانوا الاجتماع اللي هم اجتمعوا او المكان اللي هم يعني اجتمعوا فيه كان فين؟ كان في قريه اسمها قريه جرينتش، فراحوا مسميين خط الطول الرئيسي قالوا هنسميه خط جرينتش. طب ايه اهمية بقى خطوط الطول؟ خطوط الطول دي هتفيدني في ايه؟ طب انا عايز اعرف انا عندي كام خط طول؟ انا عندي 360 خط. طب انا لسه قايله دلوقتي خطوط الطول خط جرينتش ده قسم الارض الى نصفين قد بعض بالظبط، نص في الشرق ونصف في الغرب. طب يبقى ال 360 خط هيبقى كلهم في الشرق؟ لا. كلهم في الغرب؟ لا. ده نصهم هيكون في الشرق ونصهم هيكون في الغرب. يعني ال 360 هقسمها على 2 هيطلع الناتج 180 في الشرق و180 في الغرب. يبقى انت عندك كم خط في الشرق؟ 180. وكم خط في الغرب؟ 180. والفاصل ما بينهم في النص اللي هو خط جرينتش اللي ضربته صفر. طب عدد خطوط الطول كلها على بعض هتجمع الشرق مع الغرب 180 زائد 180 يبقى الناتج 360 خط. طب ايه اهمية خطوط الطول؟ بص معايا كده على خطوط الطول هتفيدني في ايه؟ خطوط الطول دي هتعرفني موقع المكان بس شرقا وغربا. انا لسه قايله دلوقتي ان خط الطول بيقسم الارض شرق وغرب، يبقى اما يجي يحدد لي موقع المكان هيحدد لي موقع المكان شرقا وغربا. طب انا عايزه اعرف ايه اهميه خطوط الطول كمان؟ خطوط الطول بتفيدني في تحديد الزمن وفروق التوقيت، ودي النقطه المهمه اللي انا هتكلم عنها النهارده. يبقى هي بتحدد لي ايه؟ الزمن وفروق التوقيت، بتعرفني الساعه كام، وبتعرفني الفرق ما بين الدولة دي والدولة دي كام ساعة. زي مثلا مصر والسعودية الفرق ما بين الدولة دي والدولة دي ساعة واحدة. طب أنا عرفتها إزاي؟ عرفتها من خلال خطوط الطول. طب تعالى بقى إزاي نعرف نحسب التوقيت، وإزاي نعرف الفرق ما بين الدولة دي والدولة دي كام ساعة. يبقى علشان تعرف الفرق ما بين الدولة دي والدولة دي هنعرفها من خلال إيه؟ من خلال خطوط الطول. احنا طبعا كلنا عايشين على كوكب الارض. الكوكب الارض اللي احنا عايشين عليه ده بيدور مرتين، يعني بيلف مرتين. يعني الكوكب ده مش ثابت، لا ده متحرك بيلف. مرة بيلف حوالين نفسه ومرة بيلف حوالين الشمس. لما بيلف حوالين نفسه بياخد وقت قد ايه؟ 24 ساعة اللي هو اليوم بتاعنا. يبقى كوكب الأرض لما بيلف حوالين نفسه بياخد وقت 24 ساعة. طب لما بيلف حوالين الشمس بتكون مدته قد ايه؟ 365 وربع يوم. طب 365 وربع يوم اللي هي السنة، احنا عارفين ان السنة فيها كام يوم؟ 365 وربع يوم. طب انا ايه اللي هيفيدني دلوقتي؟ انا اللي هيفيدني دلوقتي انا هتكلم عن دوران الارض حول نفسها. يبقى الارض لما بتلف حوالين نفسها بتلف حوالين نفسها كل 24 ساعة. طب بتلف من فين لفين؟ من الغرب للشرق ولا من الشرق للغرب؟ لا، الأرض لما بتلف حوالين نفسها بتلف العكس، بتلف من الغرب إلى الشرق عكس عقارب الساعة. طبعا احنا عارفين الساعة لما بتيجي تلف بتلاقي بتلف من الشرق إلى الغرب، لا الأرض لما بتيجي تلف حوالين نفسها العكس، بتلف من الغرب إلى الشرق. قد إيه؟ كل 24 ساعة. كمان عارفين معلومة كمان ان الشمس لما بتيجي تشرق بتشرق من جهة ايه قبل ايه؟ الشرق قبل الغرب. يعني معناها ان كل الدول اللي بتقع ناحية الشرق هتلاقي التوقيت بتاعها بيسبق الغرب، بيسبقها. طب معناها ايه كمان؟ يعني معناها الشمس جت عندهم الاول. يعني كل الدول اللي في الشرق هتلاقي الشمس ظهرت عندهم الاول قبل ما تروح الغرب. علشان كده كل الدول اللي في الشرق تلاقي عندهم التوقيت اسبق من عندنا، الساعة بتبقى بتسبق عن اللي موجودة فين؟ عن الموجودة في الغرب. طب احنا عارفين كمان اننا لسه قايله دلوقتي ان عدد خطوط الطول 360 خط. طب هما بيحسبوا ازاي؟ الخط الواحد العلماء حسبوه ان الخط الواحد فيه 4 دقائق. الخط الواحد فيه كام دقيقة؟ 4 دقائق. حسبوها ازاي؟ ازاي جابوا الأربع دقائق دي؟ طبعا احنا عارفين ان الأرض بتلف حوالين نفسها كل 24 ساعة. راحوا جايبين ال 24 ساعة وعاوزين يحولوها لدقائق، راحوا ضربينها في كام؟ في 60. فالناتج طلع 1440 دقيقة. وانت عارف ان عدد خطوط الطول كام لسه واخدينها؟ 360. راحوا قاسمين 1440 دقيقة على خطوط الطول اللي هي 360. الناتج طلع كام دقيقة؟ طلع 4 دقائق. يبقى علشان كده العلماء بدأوا يحددوا ان الخط الواحد فيه كام دقيقة؟ فيه 4 دقائق.
يبقى تاني، يبقى ما اجي اقول لك العلماء حددوا الخط الواحد فيه 4 دقايق ازاي؟ حددوها ازاي؟ عرفوها ازاي؟ من خلال كده عرفوا ان الارض بتلف حوالين الشمس قد ايه، حوالين نفسها قد ايه، كل 24 ساعة. جابوا ال 24 ساعة عايزين يحولوها لدقيقة، لما بحول الساعة لدقيقة بضرب في 60، يبقى 24 في 60 الناتج 1440 دقيقة. 1440 دقيقة قسموها على 360 اللي هي عدد خطوط الطول، فالناتج طلع 4 دقائق اللي هو الخط الواحد. يبقى أنا كده استنتجت إن الخط الواحد فيه 4 دقائق. وبدأوا بقى يحددوا التوقيت بناء على خطوط الطول. زي مثلا ممكن الدولة دي مثلا تكون على خط طول 20، الدولة التانية على خط طول 30. يعرفوا ازاي؟ لو الدولة مثلا على خط طول 20، يبقى احنا قايلين لسه دلوقتي خط طول 20، لو هي مثلا بتقع على خط طول 20 هعمل ايه؟ هجيب ال20 ده ونضربهم في كام؟ في 4، فهيطلع لك اللي هو عندنا كام دقيقة، لان احنا عرفنا الخط الواحد فيه 4 دقائق. يبقى هما ازاي بيحسبوا التوقيت؟ بيشوفوا الدولة دي بتقع على خط طول كام، مثلا خط طول 20 او 30، يعرفوا مثلا الفرق ما بين الدولة دي والدولة دي كام دقيقة من خلال الضرب في كام؟ بنضرب في 4 دقائق اللي هو خط الطول الواحد. طب في معلومة مهمة جدا، زي مثلا أنا لو عندك مدينة دولة زي مثلا مصر ودولة زي السعودية، عندنا التوقيت بيختلف عن بعضه. ليه؟ مثلا الفرق ما بين مصر والسعودية قد إيه؟ ساعة واحدة. ليه؟ لأن مصر بتقع على خط طول مختلف عن السعودية. بمعنى يعني أنا لو إحنا الدولتين كلنا بنقع على نفس الخط، يبقى التوقيت بتاعنا هيكون نفسه هو. يعني انا لو الساعة عندي 5 هتكون الساعة في السعودية 5. ليه؟ لان احنا الاتنين بنقع على نفس الخط. طب امتى بيختلف التوقيت؟ لما انا بقع على خط طول مختلف عن الدولة التانية. انا بقع على خط طول مثلا 30، هي مثلا خط طول 20، في الخطوط الطول مختلفة، فالتوقيت بتاعنا هيختلف. يبقى ما يجي يقول لك امتى يتفق التوقيت، امتى الساعة عندي تكون زي الساعة في الدولة التانية؟ لما يكون احنا الاتنين على نفس الخط. طب امتى يختلف التوقيت؟ لما يكون انا على خط والدولة التانية على خط تاني، هنا هيختلف التوقيت. طب تعالى بقى معايا ندي كده مثال على اللي انا اخدته دلوقتي، وازاي نعرف الفرق ما بين الدولة دي والدولة دي كام ساعة. جايب لك مثلا مسألة وبيجيب لك الساعة مثلا في مدينة، وبيبقى عايز الساعة في المدينة التانية. هعرفها ازاي؟ جايب لك مدينة لندن الساعة عندها 10 صباحا، وهو عايز الساعة في مدينة الإسكندرية. هحسبها ازاي؟ طبعا لما اجي احسبها قلت لكم لازم احسبها بناء على خطوط الطول. هشوف لندن بتقع على خط طول كام، وهشوف الإسكندرية بتقع على خط طول كام. معلومة لازم تعرفها ان مدينة لندن بتقع على خط الطول الرئيسي اللي هو خط جرينتش، يعني معناها ان مدينة لندن بتقع على خط طول 0. طب الاسكندرية هنا بتقع على خط طول 30 شرقا. هحسب ازاي الساعة في الاسكندرية؟ اول خطوة عشان لازم تعملها، لازم تجيب الفرق ما بين خطوط الطول، تشوف الفرق ما بين المدينة والمدينة دي كم خط طول. انا لسه قايلة لندن خط الطول 0، والاسكندرية خط طول 30. يبقى هجيب الفرق ما بين الاتنين، هطرح 30 ناقص 0، الناتج هيكون 30 خط طول. طب انا عايز اعرف الفرق ما بين لندن والاسكندرية كام دقيقة. انا كنت لسه قايله لكم ان الخط الواحد فيه كام دقيقة؟ في 4 دقايق. فانا هجيب ال30 اللي هم خط طول اللي هم طلعوا ليا من الفرق ما بين المدينتين، وهضربهم في كام دقيقة؟ هضربهم في 4. يبقى الخطوة التانية ان انا بجيب عدد خطوط الطول، الفرق ما بين خطوط الطول اللي هم 30، وهضربهم في 4. الناتج هيكون كام دقيقة؟ 120 دقيقة. طب انا عايز احول الدقائق الى ساعة، هقسمها على 6، يبقى 120 على 60 قصدي، هقسمها على 60، يبقى 120 على 60 يبقى كام ساعة؟ ساعتين. يبقى انا عرفت دلوقتي الفرق ما بين لندن والاسكندرية كام ساعة؟ ساعتين. كده المسألة خلصت؟ لا. طب هو عايز الساعة في الإسكندرية مفروض تكون كام؟ الإسكندرية دي بتقع في الشرق ولا في الغرب؟ بتقع في الشرق. يبقى لو هي شرق
يبقى ساعتها نجمع الساعات مع بعضها. طب لو المدينة دي كانت في الغرب يبقى نطرح الساعات من بعضها. ركز في المعلومة دي قوي. لو المدينة أو الخط موجودين في الشرق يبقى نجمع الساعات، لو المدينة أو الخط موجودة في الغرب نطرح الساعات. لو عرفت المعلومة دي خلاص تبقى الموضوع سهل خالص بالنسبة لك. طب الإسكندرية دي موجودة فين؟ موجودة في الشرق، يبقى هجمع ولا أطرح؟ هجمع. طب هجمع إيه يا مس؟ هجمع العدد الساعات اللي هي طلعت لي الفرق ما بين الإسكندرية ولندن كام ساعة؟ قلنا ساعتين. هجمعهم على عدد الساعات اللي هي كانت الساعة كام في لندن؟ الساعة كانت عندها 10 صباحا. هجمع 10 زائد 2 فالناتج هيكون 12 ظهرا. يبقى عرفت الساعة في الإسكندرية كام؟ يبقى الساعة في الإسكندرية 12 ظهرا، أما الساعة في لندن هي 10 صباحا. يبقى الإسكندرية عندنا سبقت في التوقيت، ايوه سبقت في التوقيت، الساعه عندها 12، اما في لندن الساعة عندها لسه 10 ايه؟ 10 صباحا، لان عندنا قلت لكم ان الاجزاء الشرقية بتسبق الاجزاء الغربية في التوقيت. الشرق بيسبق ايه؟ بيسبق الغرب. زي مثلا ما نيجي نقول لك بقى ايه خطوات الحل بقى مع بعض تاني. اول خطوة عملنا ايه؟ اول خطوة لازم نحدد الفرق ما بين خطوط الطول، نطرح خطوط الطول من بعضها ما بين المدينتين. الناتج اللي بيطلع بروح ضربه في 4 دقائق، لان الخط الواحد فيه 4 دقائق، فالناتج بيطلع بالدقايق، فعايز احوله لساعة بقسمه على 60، فعرفت الفرق ما بين المدينة دي والمدينة دي كام ساعة. بعد كده بجيب ايه بقى؟ الخطوة اللي بعدها، ودي اخر خطوة مهمة جدا عشان نحدد الساعة المطلوبة مثلا في المدينة دي. بنعمل ايه؟ لو المدينة دي في الشرق او على خط طول اللي هي شرق يبقى ساعتها هنا هنجمع الساعات. لو المدينة او الخط دي موجودة في الغرب ساعتها هنا هنطرح الساعات. يعني لو الاسكندرية دي كانت مثلا غربا وما كناش هنجمع ايه؟ ما كناش هنجمع ال10 زائد ال2، كنا هنطرح ال10 ناقص ال2. طب انا جمعتها ليه؟ لان الاسكندرية شرقا. دي معلومة مهمة جدا جدا جدا. دي الخلاصة من خطوط ايه؟ من خطوط الطول. يبقى دي معرفة التوقيت، ازاي اقدر احسب الساعة ما بين الدولة دي والدولة دي. معلومة اللي انت تعرفها في النهاية ان خطوط الطول عندنا ان الاجزاء الشرقية بتسبق الاجزاء الغربية، يعني الشرق بيسبق الغرب فين؟ في التوقيت. انت مثلا لو عندك 30 مثلا و10، مين اللي هيسبق في التوقيت لو هما في الشرق؟ ال30 اللي هتسبق ايه؟ هتسبق الغرب. لو الرقم كبير في الشرق هو ايه؟ هو اللي هيسبق. لو الرقم صغير في الغرب هو ايه؟ هو اللي هيسبق. دي درسنا النهارده، درس سهل جدا جدا وبسيط، بس اللي كنت لازم اوضحه لكم بالتفصيل. اتمنى النهارده تكونوا انت استفدتم من الدرس ده. انتظروني ان شاء الله في الدرس اللي بعده. زي ما قلت لكم هوضح لكم برضو دوائر العرض. انا لسه قايله لكم النهارده ان الدرس بتاعنا بيتكلم عن خطوط الطول ودوائر العرض. انا شرحت النهارده بالتفصيل خطوط الطول، ان شاء الله هشرح لكم المره الجايه دوائر العرض بالتفصيل. اتمنى النهارده تكونوا استفدتوا من درسنا، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.